نادي الزمالك مش عايز احس ان انا يعني بقول كلام كبير، ولكن هو دي حقيقة. نادي الزمالك هو حياة محمد صبري، هو اللي عمل محمد صبري. هو مثلت شوية النادي لفترة معينة من الزمن، ورجعت دلوقتي بقيت من جماهيره، وانا من جماهيره من قبل ما اروح نادي الزمالك. ولادي، بيتي، امي الله يرحمها، ابويا الله يرحمه. ربنا يرحمك يا صبري. سيبك بقى من الكورة. الراجل ده أجمع كل اللي اتعامل معاه، الأهلاوي قبل الزملكاوي، إنه إنسان جميل ومتواضع وبيساعد ويتمنى الخير لكل الناس، وبيسيب أثر طيب في نفس أي حد اتعامل معاه ولو مرة واحدة. وعلى صعيد آخر، وبسبب وضع الإعلام الرياضي حاليا، كتير من اللاعبين السابقين للزمالك هتلاقي لهم تصريحات أو مواقف كانت ضد مصلحة الزمالك، سواء عشان يترضى عنه ويفضل في الصورة، أو لمشاكل شخصية مع أفراد داخل النادي، أو لأي أسباب أخرى. لكن صعب جدا تلاقي تصريح أو موقف زي ده طلع من محمد صبري، لأنه ابن أصول وحافظ كويس قوي خير الزمالك وجماهيره عليه وعلى أهله. أخيرا واستمرارا في انحطاط مجلس إدارة الزمالك، النهاردة في الجنازة ما حضرش منهم غير عضوين بس، أحمد سليمان ونيرة الأحمر. فأنا مش عارف آخرتها إيه مع الناس دي. ربنا يرحمك يا صبري، ويغفر لك، ويثبتك عن السؤال، ويصبر أهلك.